بسم الله الرحمن الرحيم، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة الفيديو بقى فيديو مش عادي، فيديو جديد بكل تكاته وطريقته هتشوفوها معايا على قناة ايمي والعائلة. اللي ما زارش القناة يا ريت يزورها، واللي ما اشتركش فيها يشترك ولايك وكومنت يا احلى متابعين واحلى مشاهدين. عشان الفيديو بتاع النهاردة فيديو جديد وفيديو مهم وفيديو سهل جدا، وخبز لو دقتيه عمرك ما هتبطليه. يلا كده نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الخطوات بتاعة الفيديو بتاعنا. نشوف أول خطوة لينا هتكون عبارة عن إيه. أنا عندي هنا زر من البطاطا، حبة كده من البطاطا تكون كبيرة وكويسة وتملى العين، ومعاها كمان حبة مية دافيين وفي الخلاط ونضربهم. دي بتكون معانا أول الخطوة. هنخش بقى على الخطوة التانية. معايا هنا كيلو ونص من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقة ونص من الملح. لو لقيتي اي تكتلات في الملح كده افرديها. هقلبهم تقليبة كويسة عشان الدقيق والملح يتجانسوا مع بعض. ودي بتكون الكوباية اللي احنا هنعاير بيها نسبة السوائل. هقول لكم في اخر العجنة الدقيق اخد مننا، الكيلو ونص دقيق اخد مننا كام كوباية. هنعمل حفرة كده في قلب الدقيق وننزل بقى بالخمير. الخميرة هنا انا مستخدمة الخميرة البيرة، عليها كوباية مية، عليها قطعة من الخميرة حجم عين الجمل كده، عليها معلقتين من السكر، وتقلبيها كويس وتنزلي بيها. طبعا هنا انا ابتديت انزل مع الخميرة بالبطاطا اللي انا ضربتها في الخلاط. هنزل بالبطاطا كده كلها، وهنقلب بقى كده وتقلبي كويس لحد ما الدقيق يشرب السوائل اللي انت نزلتي بيه. عجني كويس، لان كل ما تعجني كويس كل ما هتديكي نتيجة احلى وافضل. بعد ما تنزلي بقى بالبطاطا والميه اللي احنا ضربناها في الخلاط، هتبتدي بعدها تنزلي بالميه حاجات بسيطه. اوعي تنزلي بالميه مره واحده عشان السوائل ما تكترش معاكي عن الدقيق وتضطر ان انت تزودي دقيق. فعشان كده بقول لكم انزلوا بالميه واحده واحده بعد ما نحط المقادير الاولانيه اللي هي البطاطا بالميه اللي احنا ضربناها في الخلاط، وكمان كوبايه الميه مع الخميره. اوعي تنسيها، اعملي حسابها. هنقلب بقى كويس كده، ونبتدي ان احنا ناخد حبه ميه صغيرين بحبه صغيرين ونغرز. تغريزة العجين دي بتبقى كويسة جدا، بتفتح كده الرغيف وتخليها كويس. يعني ايه بقى للي مش فاهم انك تغرزي؟ اظن الفيديو موضح لكم يعني ايه تغرزي. تبلي ايدك كده مية وبقبضة ايدك وتنزلي في العجين تغريز، زي بالظبط ما انا موضحه لكم في الفيديو كده. والخطوة اللي انا بعملها لكم برضو دي جميلة جدا، ان انت تبلي ايدك وتربي في العجين. بس الخطوة دي مش بتتعمل الا في الكميات اللي هي الصغيرة بس. ودي برضو خطوة مهمة اخرى برضو. لو انت نزلتي كده وانت بتعجني اي معجنات وكلكعت منك، بتاخديها ما بين كفوفك الاتنين كده وتبتدي ان انت تفردي فيه. على فكرة انا العجين مش عندي مش مكلكع ولا فيه اي حاجة، بس انا حبيت ان انا اعملها لكم برضو واوريها لكم عشان بقى الفيديو ما يطولش عليكم. هكمل بقية العجين بتاعه زي ما انا وريكم كده في الفيديو، وهرجع لكم تاني. ولا تروحوا شمال ولا يمين، استنون. خلاص بعد ما عجنا العجين بتاعنا وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وما شاء الله تبارك الله جميل جدا وليه عرق كده، وما اقولكوش يعني فاخر من الاخر. بصي بقى، في خطوة مهمة ليكي جدا عشان تعرف ان نسبة السوائل بتاعتك مظبوطة. هتبتدي ان انت تقطعي حتة كده من العيش او من العجين بتاعك، ولو نزلت بكل سهولة كده يبقى العجين بتاعك تمام التمام ونسبة السوائل فيه كويس. تمام كده. رش الدقيق بقى ونرشها على وش العجين بتاعنا، ونبتدي ان احنا ننضف الطبق كده ونسيبها ان هي تخمر. هتاخد معايا بالظبط من ساعة ونص لساعتين حسب الجو. خلاص بعد ما العجينة بتاعتنا خمرت وبقت زي ما انتوا شايفين، هنبتدي ان احنا نقطعها. عندي هنا طبق فيه زيت، في ناس بتقرصه على دقيق، بس انا بحب ان انا اعمله بالزيت.
اي بقى تقطيعه دي بتاعتك انت، تكبري تصغري زي ما انت عايزه. انا هعمله بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. ترشي كده المعون بتاعك رده، وتبتدي ان انت تقطعي القطعيه اللي انت عايزاها. هقطعه بقى وهرجع لكم. خلاص احنا قطعنا العجين بتاعنا، هنسيبه بقى كده نغطيه ونسيبه ان هو يرفع. وتعالوا بينا بقى نشوف الخطوه اللي بعدها. العجين بتاعي رفع هو يا بنات. هبتدي ان انا ايه، ننقل بقى للمرحله اللي هي الاخيره. هبتدي ابططه زي ما انتوا شايفين كده، تعمليه بايديك بصوابع ايدك كده، وطبعا ترقيه زي ما الفيديو موضح لكم كده، وعلى المطرحه وترشي شويه رده، وعلى المطرحه وترحيه تماما بالظبط زي ما انا موضحه لكم كده. وحبيت ان انا اوريكم برضو الفرن. الفرن على فكره من تحت الولعه واطيه جدا، يعني بطيئه خالص، ومن الجناب لازم أن تكون عاليه كده. في بنات بقى طبعا اللي هم لسه ما يعرفوش ان يعملوا الحركه اللي انا بعملها دي. هقولك على حركه كويسه جدا. صينيه زي الصواني اللي محطوطه قدامي دي، هتبتدي ان انت تدهنيها من الزيت، وتفردي فيها الرغيف. تفضلي تبططي فيها تبططي في الرغيف بصوابع ايديكي لحد ما الرغيف بتاعك ينفرد، وهيبقى الحجم اللي انت عايزاه. وفي الفرن وتدخليه برضو على نفس درجة الحرارة دي. من تحت تكون واطي جدا يعني شمعة كده، وفي الجناب لازم يكون عالي العلو اللي انتوا شايفينه في الفيديو. طبعا انا حبيت ان انا اوريكم كل التفاصيل، عشان بجد بجد الخبز ده ما يتعوضش، ولازم تجربيه، لانه لو جربتيه مرة مش هتبطليه خالص. خبز البطاطا ده من خبز من احلى انواع الخبز. والايام اللي جايه هوريكم اشكال كتير في الخبز باذن الله، هتجربوها وهتعجبكم جدا. كل مره بقى كل ما تعملي الرغيف كده، لو انت هتستخدمي المطرحه لازم ان انت ترشيها رده زي ما انا برشها كده. شايفين العيش؟ اللهم بارك، بجد جميل جدا، والا الريحه بقى والطعم حاجة كده فاخر من الآخر، تستاهل منكم لايك. وفضلا وليس أمرا، يا ريت اللي ما اشتركش يا بنات في القناة يشترك. ولو انت أول مرة تشوفيني في القناة، ادعميني كده بلايك واشتراك وكومنت يا أحلى متابعين وأحلى مشاهدين لقناة إيمي والعائلة. أخلص بقى الكمية وهرجع لكم تاني، استنوني ولا تروحوا شمال ولا يمين، وفاصل ونواصل. بعد ما خلصنا كمية العيش زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك على الريحة وعلى الطعم. بجد العيش طعمه في منتهى الجمال يا بنات. وطبعا وانا بصور لكم الفيديو كله مفيش اي اضاءة الا هي نور ربنا، يعني المكان اللي انا فيه مفيهوش اي اضاءة. واظن العيش وجماله ما يستاهلش منكم اشتراك للقناة ولايك وكومنت عشان تدعموني كده والقناة تكبر وتكتر بيكم بإذن الله. طب والله يا بنات حبة عيش يستاهلوا فعلا لايك جميل منكم كده وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد ينزل على قناة إيمي والعائلة. العيش طري مية، عايزة اقول لكم العيش طري جدا. تعالوا بينا بقى كده افتح لكم العيش واوريكم اللقمة من جوه شكلها ايه منظرها ايه. بجد العيش طري وجميل جدا بجد وعن تجربة. اوعي يفوتك الفيديو ده الا اذا نفذت الطريقة. حبة عيش اقسم بالله فاخر ومن الاخر بجد. وعلى فكرة انا نسيت ان انا اقول لكم نسبة السوائل اللي خدتها مني الكيلو ونص دقيق. الكوباية اللي احنا عملنا فيها الخميرة اول حاجة، وبعدين خدت مني بالبطاطا والمية اللي احنا ضربناها في الخلاط، خدت بالظبط 4 كوبايات ونص. كل السوائل على بعضها بالخميرة بكله 4 كوبايات ونص. بعد الجمال اللي انتوا شايفينه ده، بذمتكم تستخسروا ان انتوا تحطوا اشتراك او لايك؟ يلا كده نفذي الطريقة وقوليلي ايه رأيك. و
شوفوا بقى، انا مش هتكلم تاني، مش هقول لكم اي حاجة خالص. والفيديو النهاردة نزل لكم يتحدث عن نفسه ومن قلب الحدث. يلا بقى الفيديو بتاعي انتهى، اشوفكم على خير وبخير بإذن الله في فيديو جديد من قناة ايمي والعائلة. سلام.